السلام عليكم. رجعت لكم من بعد غيبة طويلة. راح أسوي لكم هذا اللوك ألوان البنفسجي وفي شوية جلتر، إن شاء الله يعجبكم. بالبداية القوا نظرة على الأماكن اللي ممكن تلقوني فيها بمواقع التواصل الاجتماعي. نبلش بالبداية. أحط شادو الكريمي تحت الحاجب وعلى المدمع، أدمجه بفرشة الدمج. أحط الشادو الكريمي الأزرق لكسرة الجفن، من كسرة الجفن وفوق أحط اللون الوردي بشكل خفيف وناعم لأنه ما أبيه مركز. الحين تحت الحاجب راح أحط لمعة، راح أحطها بطريقة الطبطبة عشان اللمعة لا تنتثر ويصير لي باهت تحت الحاجب. شوفوا قاعدة أطقطق ما أمسح لأن في ذرات أو المهم. نفس الشي اللون الأزرق أبي لونه كثيف عشان كذي أطبطب على الشادو الكريمي الأزرق. هذه الفرشة من ماك، فرشة كوستل الكبيرة راح أحط شادو وردي لمعة، يعني قاعد أنثرها نثر عشان لا يطلع لي مركز. بعكس هالفرشة راح أحط اللون البنفسجي بشكل كثيف بين الأزرق والوردي عشان يطلع لي تدرج ألوان حلو. قاعدة أدمج وأنا قاعدة أحطه. للحين قاعدة أدمج بنفس الفرشة، أدمج الأطراف، ما أبي حدود ولا خطوط دار مدار اللون البنفسجي. فرشة كبيرة اللي فيها الوردي قاعدة أدمج بين الوردي والبنفسجي عشان يطلع لي اللون متناغم. هذه خطوة التنظيف على السريع. باللون الأسود فرشة صغيرة بس أحدد على جنب من العين من برا صوب الأزرق والبنفسجي. فرشة كوستل مرة ثانية أدمجهم. فرشة كوستل الشعر الصناعي راح أحط خط باللون الأبيض الكريمي تحت عيني. لاحظوا قلبت الفرشة عشان أقدر أتحكم فيها. بفرشة ناعمة مايلة أحط لون وردي لمعة خفيف بصلي تحت العين، هذا راح يكون كأنه باك جراوند حق الألوان الباجي اللي راح أحطها، يعطيني تدريج خفيف حلو تحت العين. قلم سيفورا ووتر بروف وقوي حيل أنصحكم فيه. راح أحدد عيني من تحت. أعتقد هني ما عجبني، غيرته. حطيت شادو بنفسجي بيجمنت خلطته مع قطرة إنجلوت استخدمته حق تحت عيني. رسمت خط من بدايتها لنهايتها. طبعا الخط أبي عريض عشان يصير توازن بين اللي فوق واللي تحت، يصير كأنه سموكي. رايحة ورادة رايحة ورادة أنظف الشكل. هالقلم وايد أنصحكم فيه، ماستر بيس من ميبيلين، قوي قوي ورخيص، ما له داعي أتكلم عن سواده، انتو قاعد تشوفون اللون. رايحة ورادة فيه عشان يطلع لي اللون واضح ويدخل بين منابت الرموش. طبعا ميزته انه هو ثابت. الحين بايلاينر من ماركة شارمل، راح أحدد عيني من فوق. هالايلاينر فظيع، ووتر بروف، أقوى ووتر بروف شفته، يعني لو الدمعين من اليوم لباكر ما راح يسيح ولا نتفة. قاعد أضبط الرسمة، أبي أسوي الكاتاي بس طبعا مع الرموش ما يبين. الحين قاعدة أحدد حواجبي بلون مشوقر، يعني بني فاتح من قدام، ومن ورا لون أغمج على رمادي من نهاية العين عشان يحدد لي الكسرة. الحين بفرشة شعر صناعي بشادو فيه جلتر من ماركة كيستارز، قاعدة أحطه بس بالنص عشان ليه غمضت وفتحت تبين اللمعة حلوة. قاعدة أوزعه، ما أبي مركز بالنص، أبي مركز بالنص بس منثر دار مداره، مو بس جنى لطخة فوق عيني. على جنب أرد أكثر الأسود وأدمجه. فرشة صغيرة عشان يكون كمية الأسود صغيرة. نفس الشي أحب أدمج بالفرشة، هذه العودة أنصح فيها، من فرش كوستل 22 فرشة. بالفرشة الصغيرة اللي استخدمتها حق الشادو الأسود من كوستل أحط اللون الأزرق هذا من كيستارز. أحط من تحت يعني بس عشان يعطيني تدرجات حلوة، ما راح تبين وايد بس راح تخلي لي شكل الميك اب حلو. أرد أنظف فرشة كبيرة مع لوز باودر، أشيل اللي تحت عيني. حطيت الرموش تركيب الفولس
الفولس لاشز، حطيتهم بشكل عشوائي. بعدين آخذ الملقط أثبت الأطراف عقب ما يكون الصنب شوي دبق أو تاكي مثل ما يقولون. الحين أبي أكثف الأطراف، حطيت طبقة ثانية من الرموش قصيتها بس عشان أحطها على الطرف تخلي لي شكل نهاية عيني كثيف. بالمسكرة ألون رموشي، طبعا ما أنسى رموشي اللي تحت.